السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة راح نطير فيها الطيارة بعد ما بطلنا البوكس وشفنا شنو داخله. اليوم راح نتعلم شلون نطير الطيارة بطريقة بسيطة وحلوة. خلكم وياي أنا وياكم أخوكم عبد الوهاب الأصبحي. طبعا راح نبدأ أول شيء في هذه الحلقة نقول السيفتي. احنا تشوفون ترى احنا بمنطقة مكشوفة ومفتوحة. أول شيء لازم توخرون عنه هو الناس، ثاني شيء المباني، التيلات، الشير، التيلات أقصد مالت الكهرباء، الشير، الشغلات هذه لازم توخرون عنها كبداية لما تطيرون طيارة. خلونا نبلش ويا بعض شلون نطير الطيارة. راح أول شيء آخذ الريموت كنترول. بالريموت كنترول راح اضغط واحدة ثنتين تبطل وياي الريموت كنترول. بعدها راح اضغط وابطل ابلكيشن الخاص في الكاميرا او في الهليكوبتر. بعدها راح اضغط ضغطة، بعدين اضغط ضغطة ثانية تبطل وياي الهليكوبتر. كذي انا الحين الهليكوبتر شغالة وياي. راح نبلش بالخطوة اللي بعدها اللي هي شلون راح نتحكم بالريموت كنترول في هذه الهليكوبتر. احنا عندنا مكانين للتحكم، خلنا نحفظها بالطريقة هذه. الجهة اللي على اليسار للحركة الرأسية أو العامودية، اللي على اليمين جهاز التحكم راح يكون للطريقة الأفقية. لو قلنا أن هذا اللي على اليسار راح نوديه جهة اليسار، راح يكون الحركة بالطريقة هذه لجهة اليسار، وإذا كانت على اليمين بنفس المكان راح تلف الطيارة جهة اليمين. لفوق راح تصعد الطيارة ولتحت راح تنزل الطيارة. اللي على اليمين راح يكون طريقته لقدام إذا وديناه لفوق، وإذا لتحت راح ترجع ورا. على اليمين راح تروح جهة اليمين بطريقة أفقية، أو على اليسار راح تروح بجهة أفقية إلى اليسار. راح نبلش الحين نسوي كالبريشن حق الطيارة عشان نطيرها عن طريق الجي بي اس. أول شيء عندنا احنا نقدر نسوي لها كالبريشن عن طريق الابلكيشن مالها. راح تلقون في المربع اللي فوق انه ما في كالبريشن حق الطيارة وتضغطون كالبريشن. احنا نفترض على سبيل المثال ان نسينا الكيبل او ما عندنا تليفون نقدر نشبكه على الطيارة. شنو الطريقة اللي راح تصير؟ الزر هذا اللي هني تقريبا 10 مرات الى ان اشوف الطيارة تشب لون اصفر ثابت مثل اللي الحين تشوفونه. اللون اصفر ثابت. اوجه الطيارة للامام. شلون اعرف انه للامام؟ الخطوط الذهبية اخليهم قدام عكس اتجاهي، والف 360 درجة. شب لون اخضر معاي الحين. راح انزل واجهة الطيارة لتحت والف في نفس الاتجاه الى ان قام يترك وياي الليت باللون الاخضر. اعرف بكذي ان الطيارة خلاص تبرمجت على هذه المنطقة النزول. الحين راح نبدأ نطير الطيارة ويا بعض. طريقة تطير الطيارة عشان أشغل المراوح أضغط لتحت للداخل على طول اشتغلت معاي الطيارة. علشان أطفيها أنزل بس الكنترول لتحت راح تطفي الطيارة. لكن دائما حرصوا على شغلة، إن الطيارة تصير واجهتها عكس اتجاهك. يعني أنا الحين كنت قاعد أطالعكم المفروض أحطها عليكم، لكن راح أحطها الجهة الثانية. راح أرد أشغلها مرة ثانية لتحت. اشتغلت الطيارة. علشان أصعد فوق فيها راح أرفع الطيارة لفوق مثل ما قلنا. نعيد الطريقة الحين مرة ثانية. إذا وديتها لجهة اليمين راح تروح يمين، وإذا وديتها لجهة اليسار
راح تروح يسار للأمام أو للخلف. أنا قاعد أتحكم الحين بس بالكنترول اللي على اليمين، راح أتحكم بالكنترول اللي على اليسار، أرفعها خليها تلف أو تلف الجهة الثانية أو تنزل. علشان نخلي الطيارة تهبط هبوط ناعم راح انزلها، انزل شوي شوي فيها، اضغط لتحت على طول راح تكون المراوح طافية. يعني اول ما انزل الطيارة راح هذا المحرك انزل لتحت راح تطفي المراوح، وبكذي نزلنا الطيارة وخلصنا وياكم. هذه الطريقة لتطير الهليكوبتر، اتمنى انكم استفدتوا. لا تنسون تسوون لايك وسبسكرايب حق الحلقة. نشوفكم على خير، مع السلامة.